في الفيديو اللي فات أنا حرقت 6 قطع إلكترونية، والسبب خطأ بسيط ممكن يدمر أي دايرة كهربية. ولو عايز تحمي الإلكترونيات بتاعتك تعالى أقولك إيه الغلطة اللي أنا عملتها. أنا كنت بستخدم الموسفيت علشان أتحكم في الصمام اللي هو السولينويد. كل شوية كان واحد بيتحرق وأنا مش فاهم ليه. اللي بوظ الإلكترونيات هي حاجة اسمها الجهد العكسي أو الباك EMF. خليني بقى أشرح لكم إيه ده. جوه أي موتور أو صمام فيه ملف، يعني سلك ملفوف. إحنا عارفين الكهرباء بتتولد لما نحرك ملف سلكي في مجال مغناطيسي، والعكس لما نمشي كهرباء في سلك ده بيولد مجال مغناطيسي. اللي بيحصل إن إحنا لما نفصل الكهرباء عن الموتور المجال المغناطيسي اللي في الملف بينهار، وهو بينهار بيولد جهد كهربائي عالي، وده بالظبط اللي بيحصل جوه الصمام. الجهد الكهربائي العالي ده اللي بنسميه الجهد العكسي أو الباك EMF، وده الشرارة اللي احنا شايفينها هنا، ودي لو رجعت للإلكترونيات بتاعتنا هتبوظها. خلينا نبص عليها بطريقة تانية. ده التيار في اتجاهه الطبيعي، بمجرد ما نفصل الدايرة الجهد العكسي بيتولد ويمشي في الاتجاه المعاكس، ممكن يحرق أي قطعة إلكترونية. لو انت بتتعامل مع المواتير او الصمامات لازم تاخد بالك من حاجة زي كده وتحمي الالكترونيات بتاعتك. علشان نحمي الالكترونيات لازم نحط سكة تانية للكهرباء تتسرب فيها غير انها ترجع للقطع الالكترونية. وعلشان نعمل كده هنستخدم حاجة اسمها الدايود. مش مهم بالظبط هو بيشتغل ازاي، بس فكرته ان هو عبارة عن صمام للكهرباء بيسمح للتيار انه يمشي في اتجاه واحد بس ما يمشيش في الاتجاه التاني. احنا لما نيجي نوصله هنوصله بالتوازي مع الصمام ونتأكد ان الشرطة الفضي ناحية الجانب الموجب. ده معناه ان في التشغيل العادي مفيش موصل ما بين نقط التوصيل بتاعة الصمام، لان الدايود بيمنع مرور التيار. ولكن بمجرد ما نفصل الكهرباء الصمام بيولد الجهد العكسي، ده بيمشي في الاتجاه المعاكس فبيعدي من الدايود، وبدل ما يروح للإلكترونيات بتاعتنا بيرجع تاني للصمام من خلال الدايود لحد ما يختفي. وزي ما احنا شايفين بعد ما وصلنا الدايود مفيش شرارة بتتولد. المشكلة ان انا حتى بعد ما استخدمت الدايود كان لسه في قطع الكترونية بتبوظ وانا ما كنتش فاهم ليه. طلع بقى ان الدايود فيه انواع بطيئة وانواع اسرع. انا كنت بستخدم الصمام بسرعة كبيرة كذا مرة في الثانية. الدايود ما كانش بيلحق يرجع تاني لطبيعته فالتيار بيروح على الالكترونيات يبوظها. لما بدلت الدايود للنوع الاسرع ده حل المشكلة. علشان كده لو انت بتتعامل مع اي مواتير او صمامات لازم تاخد بالك من حاجة زي كده، لان غلطة بسيطة زي ديت ممكن تكلفك قطع الكترونية غالية. دي معلومة اتعلمتها وحبيت اشاركها معاكم، يا رب يكون المحتوى عجبكم.